مساء الفل صديقي البروكر. مبدئيا كده انا ما بحبش اقعد على مكاتب، فشبه هكون قاعد. انا معاكم مدثر الدسوقي، خبره في مجال الريل استيت اكتر من حوالي 4 سنين ما بين ديفلوبر وما بين بروكر. وانا داخل مجال الريل استيت على مدار خبرتي البسيطه شفت ناس كتيره جدا دخلت مجال الريل استيت لكن ما خدتش فرصتهم، وناس تانية اخدوا فرصتهم صح وراحوا في مكان تاني بعيد خالص. ولحسن الحظ صديقي البروكر انت هتبقى من الناس اللي هتاخد فرصتها صح على القناه دي. ولو انت عايز تتعلم ريل استيت فانت ماشي في الطريق المظبوط، لانك بدايه من دخولك للكورس ده فانت هتعرف كل حاجه في مجال السيلز ومجال البروكر من A to Z، بدايه من انك تعرف يعني ايه اصلا ريل استيت بالانجلش لغايه ما توصل لمرحله انك تتعين في شركات من كبرى الشركات اللي موجوده في مصر. يعني مش هسيبك وهبقى معاك خطوه بخطوه. يا صديقي البروكر، لو تعرف ان انا بعمله معاك دوت حلو قد ايه. دايما الانسان لما بيبدا في مجال ما بيحب اللي ياخده من ايده، وعندنا في شغلانتنا دي مفيش حد ياخد بايدك خالص الا قليلين، ودايما بيدوا كورسات وبتبقى مدفوعه. الكورس ده مجاني بالكامل. دلوقتي كل اللي طالبه منك ان انت تعمل الحلقه دي شير ولايك وسبسكرايب عشان خاطر كل زمايلك يستفادوا، وعشان خاطر اول ما تنزل اي حلقه من الحلقات التعليميه تبدا تخش عليها على طول. وبمجرد ما تخلص الكورس ده هتلاقيني دايما على طول حاطط لك كورس تاني يطور منك اكتر في اكتر من مجال وفي اكتر من حاجه. تابعني، انا مدثر الدسوقي. سلام.